بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدعاء لإخواتنا في فلسطين بشرف الأمة وفخرها. ربنا ينصرهم يا رب على أعداء الدين، وينصرهم يا رب على الكيان الصهيوني المحتل، ويقوي من عزيمتهم ويثبتهم يا رب على الحق دايما. هنتكلم عن ماتش الزمالك وبيراميدز في كأس مصر. ماتش بجودة عالية جدا، كله بيتفرج على الماتش مش عايز الماتش يخلص. آخر ماتش تقريبا اتفرجت عليه بالجودة دي كان ماتش أهلي وزمالك 4-3. تخيل قارن الماتش ده بالماتش بتاع الاهلي والزمالك، كان موجود لعيبه زي عمرو زكي، زي عماد متعب، زي ابو تريكه، زي شيكابالا، زي جمال حمزه. كان لعيبه بجوده عاليه جدا. ابو حسين في حراسه مرمى الزمالك، وكان عصام الحضر في الاهلي. فيدل ان الماتش بتاع الزمالك وبيراميدز كان ماتش عالي جدا. ماتش الريتم بتاعه كان سريع جدا، الماتش ما كانش عايز يقف، وانت بتتفرج على الماتش مش عايز الماتش يخلص. بتنهج من الاخر وانت بتتفرج على الماتش. بدأ التشكيله مع معتمد جلال بالنسبه لنادي الزمالك بتشكيله مش عايز يغير من الوضعيه اللي كان اللعيبه حافظاها مع اوسوريو، وفي نفس الوقت مش عايز يعني يعك العك اللي كان بيعمله اوسوريو. لعب بتشكيله ال3-4-3. بدأ بالثلاثي في خط الدفاع، حسام عبد المجيد وحمزه المسوس ناحيه اليمين. كان بيزيد شويه ناحيه اليمين لانه لاعب اصلا في الاصل ظهير ايمن، وكان موجود محمود علاء. الرباعي الامامي كان بيلعب بدونجا، وكان بيلعب بعمرو السيسي، وعلى اليمين سيد نيمار، وعلى الشمال كان بيلعب بنضاي. الثلاثي الامامي كان بيلعب على اليمين شيكابالا وزيزو. مهاجم كان بيلعب اوباما ما كانش اللاعب اللي كان موجود في الصندوق، كان بينزل كتير، كان بيقوم بمهام شويه المهاجم الوهمي او الشادو سترايكر. شيكابالا وزيزو كان من اللعيبه اللي ما كانش ملتزمه الخط، عشان كان بيفتح مساحات سواء كان مساعد نيمار او سواء كان نضال. كنا بنشوف شيكابالا وزيزو دايما بيتحولوا لعمق الملعب، سواء كان لعيبه ممكن نقول عليها لعيبه 10، او ممكن واحد منهم بيتحول لاعب رقم 8 ولاعب رقم 10، فبيكونوا مع عمرو السيسي ودونجا بوكس كده في وسط الملعب رباعي، فبيدي زياده عدديه في وسط الملعب. واللي قبله باتشيكو برضه بانه لعب بالاربعه 3-3 على الورق، وفي نفس الوقت لعب بطريقه برضه تخليه يستحوذ على وسط الملعب، لان معتمد جمال بالطريقه اللي هو كان بيلعبها دي كان هيسيطر على وسط الملعب. فلعب برباعي بناحيه اليمين الشيبي، وعلى الشمال محمد حمدي. ثنائي وسط ثنائي الارتكاز كان بيلعب بعلي جبر، وكان بيلعب باحمد سامي. وفي وسط الملعب ثلاثي اتنين اصلا مركزهم الاساسي ارتكاز، هو مهند لاشين وبلاتا توريه، وهنتكلم عن النقطه دي كمان شويه. فكان بيلعب بمهند لاشين هو اللاعب رقم 6، وبلاتا توريه رقم 8، ووليد الكارت 8. عبد الله السعيد اصلا اللاعب رقم 10، لكن هو كان الى حد ما كان بيناوب ما بين الجناح الشمال، وكان بيناوب من لاعب رقم 10. كان بيدوا انطلاقات لمحمد حمدي في حاله التقدم ناحيه الشمال. كان عبد الله سعيد كان بيتحول لاعب رقم 10 وبيدي ليه التكمله وبيعمل الثلاثيات ما بينه وما بين محمد حمدي وبلاتي توريه. وكان بيلعب الجناح اليمين كمصطفى فتحي، لاعب الفرشه الشقيه اللي كان بيعتمد عليه في الكونتر اتاك بصوره ممتازه. لاعب الجوده عنده عاليه جدا، بس الزياده شويه الكره في رجله لازما ما يزودهاش شويه، يحاول يخلص كور كتيره كان ممكن يتصرف فيها بصوره افضل، لكن موهبته محدش يقدر يجادل فيها. في المهاجم كان بيلعب فيستو مايلي، المهاجم اللي ضيع كتير، لكنه كان بيتواجد وكان بيعمل مشاكسه كده مع خط دفاع الزمالك، وكان مصعب المأمورية كتير على حسام عبد المجيد، وكان بيروح بصور كتيره. طيب معتمد جمال بالرباعي اللي كان عامل في وسط الملعب، كان قدر يقابله باتشيكو بانه كان مكون من برضه رباعي في وسط الملعب بجوده عاليه، سواء كان عبد الله السعيد وليد الكارتي وبلاتي توريه ومهند لاشين. منهم اتنين لعيبه ستات اصلا، او هم رقم 6 بمعنى الاصح. اتنين ارتكاز، لو اتكلمنا عن مهند لاشين كان مع فيوتشر السنه اللي فاتت كان بيلعب باداء محترم. جه الموسم ده في اول الدوري موجود بلاتي توريه، لاعب من افضل اللعيبه اللي بتطلع بالكوره. لو انت اعتمدت على البيلد اب، اكتر لاعب ممكن يوصلك ويحولك من الناحيه الدفاعيه الناحيه الهجوميه، لانه مش بيعتمد على الجسمان اكتر ما بيعتمد على المرونه بتاعته، وبيعتمد على تغيير الاتجاه بصوره ممتازه، ولف الكره اللي مش متواجده في لعيبه ارتكاز كتيره في الدوري المصري. فبيعرف يتحول بصوره سلسه جدا ويحول لك من الدفاع للهجوم. لكن مهند لاشين لانه الموسم ده وبدايه الموسم كان اداء ممتاز، وما قدرش او بمعنى صح ما مستواه ما قلش على مدار الموسم، فكان على ثابت دايما. وعندك لاعب في دكه البدلاء مش لاعب هين، مش لاعب بسيط، هو بلاتا توريه، فلازما تأدي له، تشوف له مهام تاني. هو لاعب رقم 8 لعب في الماتش ده، وكان الى حد ما كان بيتحول لاعب رقم 6 بتلقائيه. جينا بقى في فترات الزمالك كان بيلعب اللي هو اللي معاه الكوره، وكان هو اللي بيحاول يروح، وكان بيساعده على كده باتشيكو ان هو بيتحول اوقات كتيره كزون ديفينس، وكان بيلعب على الكونتر اتاك سواء كان فيستون مايلي او سواء كان مصطفى فتحي ناحيه اليمين،
وفي العمق من فيستون مايلي اللي ساعات كان بيتحول برضه كجناح شمال، اللي هو فتح له الجزئيه دي باتشيكو، وما لعبش لاعب جناح شمال صريح عشان برضه يدي حريه لفيستون مايلي سواء كان يتحرك ناحيه شمال او سواء كان يتحول في العمق. وعلى اساس كده فيستون مايلي كان بيعمل المرونه وكان بيعمل المشاكسه لخط دفاع الزمالك، وقدر يسجل هدف في تكمله رائعه ما يعملهاش اي لاعب، يدل على ان المهاجم ده مهاجم مشاكس، مش مهاجم بيقضي كده والسلام، مش لازم الكره تجيله متقشره. وبرضه معتمد جمال ما تاخرش، عمل تبديلات كتيره اتت بثمارها في اللقاء، انك تلعب واحد من الاخر كان متجمد في الفريزر فترات بعيده وما لعبش تقريبا ولا دقيقه، هو سامسون، وتديله في ماتش زي ده في الدقيقه 85 وانت محتاج تسجل هدف، ويسجل لك هدف في الوقت الاضافي بالتعادل 2-2. فده يدل ان ان المدرب عايز يغير الفكر اللي كان موجود مع اوسيريو، عايز يدي اللعيبه كلها، عايز يرجع الثقه اللعيبه كلها وسجل على اساسها سامسون. وجي بعد كده الماتش رايح جاي، سجل بيراميدز الثالث، تعادل الزمالك 3-3، واللقاء رايح جاي لحد ضربات الجزاء وقدر يتفوق الزمالك. الماتش من حلاوته مش عايز حد منهم يطلع، سواء كان بيراميدز الفريق اللي بقى قوي جدا وفريق عنده كواليتي عالي جدا سواء كان في دكه البدلاء او في الاساسيين، وعنده استقرار فني بوجود باتشيكو من الموسم اللي فات، او سواء كان الزمالك بعنصر جديد سواء كان مجلس الاداره بوجود حسين لبيب، والقرارات التاديبيه اللي عملها اللي انا بايده فيها بانه يدي قرار تاديبي لاحمد فتوح والزنار ومحمد صبحي، هيدي بعد كده بالنسبه للفريق قيود، الفريق كله هيبقى خلاص كله هيأدي باللوائح، كله هيعتمد ان هو لا انا مش الزمالك مش الفتره اللي كان فيها ما كانش موجود مجلس اداره، او الفتره الاخيره المرتضى منصور، لا الزمالك حاليا بقى فيه قواعد، بقى فيه لوائح بتمشي عليه. حسين لبيب القرار اللي هو واخده يا ريت يكمل فيه، ويا ريت فعلا، حتى انا راجل اهلاوي وبتكلم، احمد فتوح طبعا هيفرق معانا لو الجيم الاهلي، بس انا بتكلم بلا تحيز لاي حد، لا انا بتكلم كراجل عادي بشجع الكوره ونفسي ان المنافسه ترجع سواء كان اهلي او زمالك. حسين لبيب قرار محترم جدا وريت يكمل عليه. معتمد جمال بدايه مبشره، هيوصل نهائي قدام النادي الاهلي، هيكون ماتش ما بين اهلي وزمالك، الجمهورين ان شاء الله يعملوا دخله محترمه للقضيه الفلسطينيه سواء كان اهلي او سواء كان زمالك، هيكون دخله قويه جدا ان شاء الله، الماتش يكون قريب في اقرب وقت علشان برضو الحماس يكون موجود مع الجمهورين، والماتش يطلع بافضل صوره. نشوف دلوقتي حاليا في السوشيال ميديا الصفحات الزملكاويه بتشكر في لعيبه الاهلي، والصفحات الاهلاويه بتشكر في لعيبه الزمالك، اتمنى الروح دي تفضل، اتمنى ان الماتش اهلي والزمالك يجي الجاي والروح دي لسه موجوده، علشان كلنا بوجود الجمهورين الاثنين تقريبا مصر بالكامل هيكون يدي انطباع محترم للقضيه الفلسطينيه ويوصل الصوره اكتر واكتر. سلام.